وصفة اليوم من أسهل وأشهى وأبسط الوصفات على الإطلاق، مغذية ما فيها لا لحم لا دجاج لا فرمات لا هذوك المكونات اللي يكونوا غاليين شوية، طبيعية 100%. يعني ما نحتاجوش حتى نستعانوا بمكعبات الدجاج ولا حاجة، وحدها تجي بنينة وتجي بالفول. بما أنه الفول خضار موسمية، يعني ما يكونش في جميع المواسم، فننصحكم بهذه الوصفة اللي بزاف هايلة ونبروفيتيو فيه إن شاء الله قبل ما يخلص الموسم تاعو، خاصة ورانا في أواخر الموسم. دوكا راهو رايح للفول نتاع الفصاص هذاك اللي يجي مفصص، فبالتالي الوصفة تاع اليوم هايلة بزاف تصلح في الغداء تصلح في العشاء. المهم ننصحكم بها. موالفة ناكلو عند جوزي وبزاف يعجبني، فالبارح عيط لها في التليفون دومونديت منها الوصفة، عطاتها لكم يعني وانا جبتها لكم بحذافيرها، ما زلت ما نقصت فيها. هما القسنطينية يقولوا له فول روس براطل، نستعملوا فيها الفول الأخضر اللي يكون طري، ماشي هذاك اللي يكون يابس، خيروا روس هكذا تاع فول يكونوا طريين. بالنسبة للوصفة لهنا نحتاجوا بصلة، بالنسبة للبصل نستعملوا البصل الأخضر. أنا هنا استعملت 2 حبات نتاع بصلة من هذوك اللي يجوا في النهايات تاعهم، حبات نتاع بصلة شوية كبار، عليها بنت الكونتيتي كبيرة هكذا. تقدروا تخدموا بالبصل العادي نورمال، هذا يجي بنين برك. عندنا أيضا فول و2 حبات طماطم متوسطين يكونوا مقشرين مقطعين هكذا صغار في صوص نتاع ثوم، ونص ربطة نتاع دبشة أو كزبر، نص ربطة. هو يحب الدبشة يعني قد ما درتو فيه الكونتيتي راح تجيكم البنة تاعو واو. بالنسبة للفول تاعنا نخدموه بالطريقة هذه، نجيبوا شوفوا نحيو هذو الخيوط اللي يجيو منا. بما انه هذو الفولات اللي جيت نخدمهم معكم دوكا لقيتهم طريين ما فيهمش ميم با هذوك الاسلاك، هذوك الخيوط اللي يجيو منهم راح نسيي نشوف لكم حبات يكونوا كبار تبين فيهم الخدمة. ميم هذه ما لقيتش فيها الخيوط، راهو طري الله يبارك، يعني ميم وقت راهو قاعد يخرج مي بصح كيما راكم تشوفوا كي قسمتها ما فيها ني خيوط ني والو. المهم ها هي الطريقه، راني جبت واحده فيها الخيوط باش تشوفوا فقط. تنحيوا الخيط هذا منها، تزيدوا الجهه الاخرى تنحيوا الخيط. اكيد تكونوا غسلتوا الفول تاعكم، يعني هنا الفول نغسلوه قبل العمليه هذه تاع نزع الخيوط باش من بعد نقطعوه مباشره. تنحيوا الخيوط تاعكم واي سواد راح يكون في الفول ثاني تنحيوه. ديروا اخدموا بالكونتيتي، مثلا هنا نخدموا بالكمشه هكذا، نجيبوا موس يكون مشرشف، الاحسن تخدموا بموس مشرشف باش يقطع لكم مليح. تحكموا الفول تاعكم بالكمشه هكذا وتقطعوه بالطريقه هذه، يعني تقطعوه رقيق خلاص حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا. شوفوا هنا تحبوا طيبوه في الكوكوطه، تحبوا طيبوه عادي برك تما تجيبوا حاجه تاع فخار ولا طيبوا فيها، ولا حاجه ثقيله تاع تيفال وطيبوا. المهم هي الطريقه التقليديه تطيبوه في حاجه تاع تيفال وتخليوه بعقله حتى يطيب. اما انا هنا فرح نستعمل لا كوكوط باش ما يزرب تما، باش نزرب فيه ما يديليش وقت بزاف، فبالتالي شعلت لا كوكوط تاعي ولا تحطوها على النار. نديروا الزيت، بالنسبه للزيت لهنا حطوا كميه مليحه 4 إلى 5 مغارف كبار نتاع زيت. نجيبوا البصله تاعنا نذبلوها في هذا الزيت، ويتبان لكم برك البصله بلي راهي كميه كبيره، بصح هي في الحقيقه ما هي كميه كبيره ما والو، دوك ثم تطيح وتدبل تعود ما كانش خلاص، وهي اصلا تزيد فيه النص، خاصه البصل الاخضر. شوفوا هنا اني قاعده ندبل فيها، هو تقدروا تزيدوا تصبروا معاه تدبل اكثر، لكن بالنسبه لي راح عليا الحال. وثاني راح ندير في الكوكوطه، فبالتالي ما يهمش بزاف، راح نذبلها شويه برك. ولاحظوا يعني ميم با دقائق اي بدات البصله تما بدات تطيح، رايحه دوكا نضيف لها الفول. نزيد ثاني نقليه مليح مع البصل مع التحريك المستمر، ما تغفلوش عليها، لازم تحركوه سينو او يتحرق لكم ويلصق لكم لتحت. نضيفوا له الملح والفلفل الاسود فقط، ونواصلوا التحريك حتى تشوفوهم تذبلوا شويه. في هذه الاثناء نضيفوا لهم كاس نتاع ماء، للاسف راحت لي اللقطه لهنا، كاس ولا كاس ونص، ونقصي للنار وخليهم يطيبوا. بالنسبه لي انا غلقت عليهم لا كوكوت وخليتهم يطيبوا، درت لهم 15 دقيقه، نقول لكم 15 ثانيه. شوفوا درت لهم 15 دقيقه غلقتها، ومن بعد 15 دقيقه حليتها لقيتو طايب زبده. فوالا هذا هو الفول تاعنا، شوفوا كيفاه يجي القوام تاعو، ما يجيش مايه ثاني بزاف. وهنا في هذه المرحله نضيفوا طماطم والثوم والدبشه. هنا كاين اللي يضيفوا له طماطم، كاين اللي يخليوه ابيض هكذا كيما راه، وفي كلا الحالتين يجي هبل، يعني سواء زدتوا له طماطم ولا ما زدتولوش. بالنسبه لي انا لهنا زدت له طماطم
وزدت له هذوك الفصوص تاع الثوم قطعتهم، وزدت له الدبشه، وزدت غلقت عليه 5 دقائق باش هكذا تخرج المكونات هذوك يخرجوا الزيت تاعهم. كاين ناس يحبوا الحموريه هكذا بزاف، تقدروا تزيدوا مغرفه تاع طماطم مصبره، واكيد زيدوا تخليهم يطيبوا. المهم انا بعد ما زدت الطماطم زدت غلقت لا كوكوط تاعي 5 دقائق، وبمجرد ما طفيو عليه لازم تزيدوا له شويه زيت الزيتون. يتقدم مع المطلوع كما راكم تشوفوا، بزاف 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 بنين. يعني شوفوا طبق ما فيه حتى حاجه، يعني تقدروا تقولوا مكونات بسيطه جدا بصح البنه تاعو هايله. وميم شوفوا كي يصبح لكم غدوه من ذاك ثاني، شوفوا كيف يصبح مليح. شفتوا هذاك اللي حطيته في الصحن الابيض هذاك تاع سور بلاس، وهذا اللي بقى لي غدوه من ذاك سخنته كما راكم تشوفوا. التصوير كان ليلي وهذا راهو في النهار. شوفوا يبقى كيما راه اون ديغي هذا وين درتيه. وننصحكم به، يعني جربوا ورجعوا لي بالخبر وشهية طيبة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمة.